يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل، أكلة من الزمن الجميل ولسه محافظة على مكانتها. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. والتجهيز صينية المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة من غير ما نتعب كتير. هنمشي في خطوات، كل خطوة هتسلم للي بعدها. وأول حاجة هنبدأ بيها هي سلق المكرونة. حلة وهملى لحد نصها مية وارفعها على نار عالية واضيف لها نص معلقة كبيرة من الملح واغطيها لحد ما المية تغلي. وهتنزلي بكمية المكرونة المناسبة لحجم الصينية عندك، ولأن صينيتي حجمها كبير نزلت بكيس ونص من المكرونة القلم. هوارب غطا الحلة عشان مية سلق المكرونة ما تفرش وتغرق البوتاجاز. والمكرونة بتاخد من 6 ل 8 دقايق عشان تتسلق كويس. وعلى طول هصفيها في مصفى، ويكون تحت المصفى دي طبق عشان أنا محتاجة مية سلق المكرونة. وعلى طول هشطف المكرونة بمية جارية من الحنفية عشان أوقف عملية التسوية. وفي نفس الحلة اللي سلقت فيها المكرونة هشطفها كويس وأبدأ أجهز فيها البشاميل. ولكل معلقة دقيق معلقة من المادة الدهنية. أنا هنا عملت ميكس بين الزيت والسمنة، ولأننا بنحب صينية المكرونة بالبشاميل تكون غرقانة بالبشاميل. بحتاج لصينيتي 7 معالق كبار من الدقيق، بنزل ب3 معالق كبار من الزيت مع 4 معالق كبار من السمنة، يعني بعمل ميكس بين الزيت والسمنة. هضيف لهم 7 معالق من الدقيق وهوطي النار خالص، هخليها شمع عشان الدقيق يستوي على نار هادية من غير ما يتحرق. وهقلب الدقيق مع المادة الدهنية من 3 ل 4 دقايق على نار هادية خالص عشان لونه ما يغمقش. وإيدك في الدقيق بالتقليب ما تسيبيهوش خالص. أول ما تحسي إن الدقيق استوى معاكي كويس هعلي النار، هبدأ أنزل بمية سلق المكرونة. ولكل معلقة كبيرة من الدقيق كوباية من السائل. وهعمل ميكس بين مية سلق المكرونة والحليب. هضيف 3 كوبايات من مية سلق المكرونة بالتدريج، وكل ما اضيف كوبايه من ميه سلق المكرونه هقلب الدقيق كويس واتاكد ان هو شربها تماما قبل ما اضيف الكوبايه التانيه. ضفت 3 كوبايات من ميه سلق المكرونه بالتدريج. هبدا اضيف 4 كوبايات من اللبن برضو بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي عشان افك الدقيق كويس ما يبقاش فيه اي كتل او كلاكيع. واختياري هنضيف للبشاميل مكعب مرقه، ممكن تستبدليه بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. هقلب كويس جدا، وفي المرحلة دي لازم تدوقي البشاميل تتأكدي ان ملحه مظبوط. ما تكتريش في الملح لان مية سلق المكرونة كنا ضايفين لها ملح. وهنا البشاميل محتاجش مني اكتر من مكعب المرقة وكان ملحه مظبوط. ظبطت قوام البشاميل والملح بتاعه، هسيبه يغلي غلوتين عشان قوامه يتقل. جهزت البشاميل هركنه على جنب يبرد. هبدأ أجهز اللحمة المفرومة، والكيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة هحتاج 2 بصلاية متوسطة الحجم، قرن فلفل رومي مغسول ومتنضف كويس، نص قرن فلفل حامي، و3 فصوص توم كبار. وفي طاسة غير لاصقة وبدون إضافة أي مادة دهنية هنزل بكيلو إلا ربع من اللحمة. وعلى نار عالية والطاسة سخنة جدا هنزل باللحمة المفرومة على الوش الأولاني من 2 ل 3 دقايق بدون تقليب عشان أديها صدمتها. مجرد بس إن أنا هفك اللحمة من بعضها خدت صدمتها وادت لون، هقلبها على الوش التاني واديله برضو نفس الصدمة من 2 ل 3 دقايق. هفرم البصل والثوم والفلفل الرومي والفلفل الحامي ناعم جدا واضيفهم للحمة المفرومة واقلبهم مع بعض كويس جدا. وعشان طعم التوابل ما يغطيش على طعم اللحمة هنحط توابل هادية جدا وبسيطة. معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة. وهقلب كويس عشان التوابل تتوزع بالتساوي في اللحمة. ههدي النار واغطيها واسيبها تكمل تسوية على نار هادية. كده كل مكونات صينية المكرونة جاهزة. ودي مراحل اكتمال القمر. صينيتك الجميلة هنزل فيها بكبشتين 3 من البشاميل. وفي الفترة اللي جهزت فيها اللحمة المفرومة البشاميل برد شوية، تقل تماسك قوامه بقى ممتاز. هبطن الصينية بالبشاميل وأوزعه كويس فيها.
وفوق البشاميل هنزل بطبقة من المكرونة القلم المسلوقة، هوزعها كويس وغطي بيها طبقة البشاميل. وزعت طبقة المكرونة كويس، هنزل عليها بطبقة محترمة من اللحمة المفرومة اللي عصجناها مع بعض. هوزع طبقة اللحمة المفرومة كويس في الصينية كلها، وزي ما قلت لكم بنحب صينية المكرونة بشاميل غرقانة في البشاميل. هضيف طبقة من البشاميل فوق اللحمة المفرومة ووزعها كويس، وهنزل بطبقة تانية من المكرونة ووزعها كويس وغطيها بطبقة من البشاميل. وهنا بحبحي ايدك بقى يا ست الكل وحطي بشاميل زي ما انت عايزة. صينية المكرونة بالبشاميل جمالها كله انها تكون غرقانة في البشاميل، وهنغطي بالبشاميل سطح الصينية كله. وعشان وش الصينية ياخد اللون الذهبي الجميل هنحتاج 2 بيضة، هضيف لهم 2 معلقة كبيرة من السمنة، نص معلقة صغيرة من الملح، مع ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود عشان تغطي على ريحة البيض. هقلبهم مع بعض كويس جدا وادهن بيهم وش صينية المكرونة بالبشاميل ووزعهم كويس جدا فوق سطح الصينية. هسخن الفرن كويس واحط صينية المكرونة في فرن سخن في الرف الأوسط، النار شغالة من تحت بس على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. شايفين قد ايه خرطة المكرونة متماسكة في نفس الوقت جوسي جدا، طبقة بشاميل خطيرة، طعمها مفيش أروع من كده. هتنور سفرتك في أي عزومة، طعمها مظبوط بالملي ولا غلطة. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.